ممكن تعمل حاجات كتير. لان احنا بنتكلم في مساله التشكيل اللاواعي والوعي. يعني انت ممكن من خلال التحريض والتعاطي لبعض المعلومات وترويجها والاشاعات والاقاويل والاكاذيب وافتعال الازمات ممكن تؤدي الى حرب اهليه او الى فتنه طائفيه او حتى الى فتنه بين طوائف الشعب الواحد، ومساله الانقسام والاختلاف والعالم كله دلوقتي بقى فرحان في مصر بسبب الموضوع ده للاسف. في حاجه مهمه كمان، ان في حاجه اسمها من خلال العقد اللي بتمضيه بعض القنوات بتبقى عامله تصنيف لنوع القناه. يعني اما ان هي تكون مثلا قناه فنيه او قناه منوعات او قناه شامله عامه او قناه متخصصه، فبالتالي هي لما بتحاول ان هي تعمل نوع من التصريح على انها مثلا قناه فنيه او قناه رياضيه او قناه اسلاميه دينيه، بمعنى ان هي تقدم بعض هذه الاشياء المتخصصه ثم تتحول الى منبر سياسي، ومنبر سياسي بقى يا اما على اطلاقه بيحاول ان هو يعني يجول ويصول في كل القواعد المشروعه واللا مشروعه في المجتمع، وفي الحاله دي بيحصل نوع من الانذار الاداري داخل هذه القناه، ولكل قناه 3 انذارات بعد كده بيتم غلقها اداريا. فكرة ان الغلق الاداري ده موجود في العقد، ولكن في نص في الدستور بيمنع غلق القنوات، ففي دلوقتي مشكلة قانونية في هذا الموضوع. الحاجة الثانية ان في الميثاق الشرف المفروض داخل ضمير كل اعلامي لازم يعرف كويس جدا ان هو ممكن يكون يعني مش خريج كليات الاعلام، ولكن هو بيحاول ان هو يعترف ان هي موهبه وان هي خبره اكتر منها دراسه. في الحاله دي هو بيحاول ان هو يكتسب من خلال هذه الخبره نفس المعايير على فكره والاساليب والمطبقه في العالم كله، مش بس هنا في مصر ولا في الدول العربيه. صحيح. اللي بيحصل ان حتى من بعض خريجي كليات الاعلام اللي تشربوا قواعد المهنه السليمه بيتم الضغط عليهم، لان احنا دلوقتي بنطالب كل اعلامي ان هو يفعل ضميره في مقابل عدم حمايه لا من الدوله ولا من صاحب القناه. يعني ممكن انت في ما تقدرش في قناه معينه ان انت تعبر عن رايك المهني السليم لان انت خايف على مستقبلك المهني داخل هذه القناه. احنا ما بنحميش الاعلاميين. المفروض الاعلام محايد، المفروض ان هو مهني، والاعلامي ما بيقولش رايه، وان كان دلوقتي في مذيع الراي لا طبعا، لا هو مهني اكتر منه محايد. اصل الحياديه دي معناه ان هو بلا راي مطلق، لكن المهنيه هو بيعمل توازن في عرض وجهات النظر. مطلوب كده. ان احنا قبل ما نقول لكل اعلامي يعني جزئيه انسانيه، قبل ما نطالب كل اعلامي ان هو يلتزم بقواعد المهنه السليمه، ان احنا نحميه، نقدم له مصادر معلومات ونقدم له حمايه لنفسه، لانه عشان ما يتعرضش لتهديدات ولا الضغط من الملاك سواء بقى كان الاعلام ده او الاعلام ده. ومهم اكتر ان احنا نحافظ له على موارده الماليه وحقوقه الماليه او حقوقه النفسيه علشان ما يحصلش ظهور الدخلاء ولا المتلونين. اوكي، عشان ناخد تعليق الاستاذ. والله أنا عندي دقيقتين يمكن انا مع الدكتوره اسماء في اللي قالته، لكن برضه في لازم تكون حضرتك في رقابه داخليه من الاعلاميين نفسهم، او خاصة في القنوات الفضائية الخاصة يبقى عندهم ضمير، عشان لو حصل لا قدر الله أي شر على مصر هينقلب عليهم الشر دول هم الأول. أنا بتكلم على المحرضين اللي هم ما أصبحوش إعلاميين، أصبحوا أبواق وأداة لمن يدفع أكتر. بتكلم على الدولة، لازم حضرتك في الدستور الجديد في مادة بتقول إنشاء مجلس أعلى للثقافة والصحافة والإعلام، الوطني للإعلام، المجلس الوطني للصحافة والإعلام. ليه لحد النهارده مجلس الشورى ما أصدرش القانون دوت عشان يشكل المجلس الوطني للصحافة والإعلام ويلغي وزارة الإعلام؟ عشان في البلد صعبة، ما حدش عارف لسه يعمل أي حاجة في أي لو حاجة. حضرتك المجلس الوطني للصحافة والإعلام موجود كان يقدر يراقب ويقدر يسيطر على القنوات الفضائية وعلى الصحف بطريقة احترافية محترمة بعيدا عن الحكومة. المجلس ده يبقى مستقل. اللي هيمتهنوا المهنة دي لازم يكونوا مفلترين ومنتقين، لأنه الإعلامي المهني الحقيقي هو بطبيعته هيبقى عنده الرقابه الذاتيه دي، فاهم ايه يتقال وايه ما يتقالش. ما انا بقول لحضرتك الضمير، ويا ريت الاخوه انا يمكن حضرتك في وسائل الاعلام الرسميه هناك حياديه الى حد ما، والناس بتجتهد بقدر الامكان ان هي تكون حياديه. كل المشكله والاثاره اللي بتحصل حضرتك من القنوات الفضائيه الخاصه، انا بقول كلها، سواء مش كلها يعني انا قصدي ايه، بس فينا البعض وفينا البعض طبعا، مش كلها، مش كل القنوات الفضائيه. انا قصدي ايه على الناحيتين، يعني قصدا القنوات الدينيه التي تؤيد الوضع القائم في مصر، والقنوات الخاصه التي تعارض الوضع القائم في مصر، ما بين مؤيدين متطرفين ومعارضين اكثر تطرفا. لكن مش بنتكلم على كل القنوات الفضائيه الخاصه، انا بتكلم على القنوات ديت اللي حضرتك اصبحت ابواق وليست اعلام، ابواق
لاصحاب مصالح. سواء هنا او هنا. انا بقول لحضرتك بعض المذيعين اللي هم اصلا كانوا ضد الثوره ولا انا بعرفهم من 25 سنه اصبحوا زعماء. خلي بالك، عايزه انهي الفقره بحاجه، انه الشعب المصري ده شعب ذكي جدا بس برضه وعبقري انا مع وواعي ولو جداً بالسليقه، بس من غير برضه حتى اللي مش متعلمين منه قراءه وكتابه، هم برضو فاهمين وعندهم وعي ذاتي كده وفطري، بيقدروا يفلتروا ويقدروا يميزوا الخبيث من الطيب. في فخ كبير قوي على فكره المتطرفين واقعين فيه دلوقتي. الاعلاميين المتطرفين واقعين في فخ فقدان المصداقيه. لو هم هيبصوا كده شويه، الشعب انصرف عن كل القنوات اللي ما كانت بتكذب عليه. مش كان في قنوات بتكذب قبل الثوره واثناء الثوره بعدت عنه. لو وقعوا في نفس الفخ ده هيقعوا تاني فيه. الجمهور عنده قرون استشعار، بيقدر يميز وهيفقد مصداقيه مين صادق ومين كاذب. بس برضه ليهم تاثير يا استاذه. طبعا ليهم تاثير، اكيد لهم تاثير. في نهايه اللقاء انا بشكركم شكرا جزيلا دكتور اسماء اليوشي، مدرس بكليه الاعلام جامعه المنصوره، الف شكر. وايضا الاستاذ الصحفي محمد ثابت الصحفي بالاهرام، الف شكر. نورتونا. الله يخليك. النور ليك يا فندم. ونلتقي بدينا بعد الفصل ان شاء الله.